السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة شيوات جميلة الخياري. اليوم ندير معكم الوصفة ديال السيجار بالبطاطس والجبن والديك الرومي المدخن. كيجيو مقرمشين روعة في المذاق. بزاف الاخوات اللي ما كتعجبهمش الحشوة ديال البطاطس تقول لك كتجي ثقيله او كتفرق عليهم، بقاو معايا باش تعرفوا على الوصفه، اكيد غادي تعجبكم. هنايا عندي 2 حبات من البطاطس كبار اللي سلقتهم بالقشر ديالهم، عاد نقيتهم ومعكتهم كما كتشوفوا هنايا. فانا هنايا معكتها وهي ساخنه باش ما تبقاش مكوره. فكندير 2 حبات من البطاطس فواحد الاناء، غنزيد عليهم تقريبا هذه علبه من الجبن اللي كيتباع هكا في المحلبات اولا في يعني في عند البقال. الجبن ديال تقريبا وقيله فيه 250 غرام، علبه كامله كنديروها. وغادي نزيد معاهم 200 غرام من صدر الديك الرومي المدخن. هنا يمكن لكم ديروا بالابزار اولا اللي بلاش، تقطعوه مربعات رقيقه وتزيدوه على داك الخليط. عندي نص معلقه من بودره الثوم ديك السميد، وعندي نص معلقه من الزعتر مطحون، وراس معلقه من الابزار، ومعلقه صغيره من الملح. وهنا عندي واحد البصله مقطعه رقيق ومشحره. هاد البصله هذه الخضاريه كتجي زوينه كتواتى مع هذا المذاق ديال البطاطا والدانت فيمي الخضاريه. نتوما الا بغيتو ديروا الاخرى ديروها. شحرتها شويه الزيت وشويه الملحه. صافي كنجمع كلشي، كنحاول نخلط مزيان. هاد الوصفات بزاف كتعدد، وصفات اللي بالبطاطس السيجار بالبطاطس، كاين اللي كيديرهم غير بالجبن، كاين اللي كيديرهم بالطون، يعني فيهم بزاف الاشكال والانواع. انا هنايا درتهم بلا دانت فيمي وبهاد الجبن ديال العلبه اللي تيكون واقف شويه، يعني ماشي سائل باش ما يطرطقوش لينا او تخرج الحشوه. صافي من بعد ما كنخلط جيدا غادي نبدا نعمر بهم هاد السيجار. يمكن لكم تصاوبوا الحشوه تحطوها في الثلاجه ترتاح شويه، كما يمكن لكم تخدموا هذيك الساعه. انا الورقه هنايا غادي نقطعها على 4. الورقه الكبيره انا كنخدم بالورقه ديال البخار، قطعتها على 4 وكندير واحد شويه. ما نكثرش الحشو باش ما يجيوش غلاض ويجيو، يعني ملي كتعطيهم تيجيو في الفم عامرين، يعني شويه الانسان ياكل ويبقى داك المذاق ديالهم في الفم ديالو. فانا كندير شويه نجمع الجوانب كما كتشوفوا في الصوره، وتنسد بشويه ديال الماء والدقيق. يمكن لكم ديروا بيض البيض لانه مازال غادي ندوزوهم في ابيض البيض وفي لا شابلور. فهنا هانتوما كتشوفوا كيفاش كنجمعها، كيكونوا رقاق وصغار ما تيكونوش كبار. غادي نعاود معكم وحده. كناخذوا ربع ديال الورقه، الجهه الملسه لتحت والحرشه الفوق. كندير شويه الماء والدقيق وندير شويه الحشو في الجانب في التحت. كما قلت لكم ما تنكثروش الحشوه. هنا راه كتجي رطبه هاد الحشوه بداك الجبل اللي درنا، وحتى البطاطا يعني راها منسمه بالزعتر وبودره الثوم اللي هو على شكل سميد، وكنديروا الملح وداك لادانت فيمي تطلق واحد المذاق زوين فيها. اكيد غير جربوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم. صافي انا هنايا لويت وكنجمع، كنلوي بهذه الطريقه باش كنسدها مزيان تاخذ الفورمه زوينه. صافي انا هنايا غادي ندوزهم في ابيض البيض، ومن بعد في لا شابلور. هاد لا شابلور بانكو اللي فايته شاركت معكم الاسم ديالو ويعني ثمن البيع. صافي من بعد ما كندوزهم كاملين في ابيض البيض ولا شابلور، يمكن لكم تحتفظوا بهم. انا هنا قليتهم في المجمد حتى الوقت اللي تبغيو تقليوهم ولداد. نتسنى تطبيقاتكم عبر الفيسبوك. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.